حمزة عبد الكريم مش اول مصري انضم الى برشلونة، وازاي الصفقة دي ممكن تنقذ البارسا اقتصاديا. تقارير صحفية مصرية واسبانية اكدت ان برشلونة انهى اتفاقه مع حمزة عبد الكريم خلاص، مهاجم الاهلي صاحب ال 18 عام واللي بيوصفوه ان هو هالاند الصغير. برشلونة ابو الكباتن عاوز حمزة علشان يلعب بالفريق الرديف، واللاعب دلوقتي بيخلص اجراءات السفر لاسبانيا، والاهلي كمان حاطط نسبة 15% من اعادة البيع. حمزة ابو الكباتن لفت نظر برشلونة من كأس العالم للناشئين في قطر، وكان قدامه عروض من بايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة، بس في الاخر برشلونة حسمها. لا ده الاقوى من كده ان المميز في صفقة حمزة عبد الكريم الى برشلونة انه هيكون في 120 مليون مصري هيشجعوا النادي وهيشتروا قميص حمزة كل موسم، وده كفيل انه يزود مبيعات قمصان النادي بشكل ضخم جدا، واكيد هيساعد في حل الازمة المالية للبارسا. والاهم حمزة عبد الكريم هيكون اول مصري ينضم الى برشلونة، ولكن في كرة القدم، لان سبقه ولعب المصري علي زين في صفوف برشلونة، ولكن لكرة اليد. وكمان المصري سيف الدرع بيلعب حاليا في برشلونة في فريق كرة اليد. السؤال المهم دلوقتي يا ابو الكباتن، هل حمزة هيفتح باب لنجوم مصريين تانيين للانتقال الى برشلونة ولا لا؟